السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. وزارة الزراعة تعمل تشجيع تنمية زيت الخردل. تأهيل أسر الشهداء في تسني. الحكم على الرئيس السابق بلاس كومباوري بالسجن مدى الحياة. سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط في كردستان العراق. الصين تقول أن بيع أمريكا أسلحة إلى تايوان عمل خاطئ ويلعب بالنار. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة إصابة مواطن واحد من نقوشات في الإقليم الأوسط بفيروس كورونا اليوم، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9729، شفي منهم 9625، وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال مريضا واحدا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 7 أبريل لعام 2022. تعمل وزارة الزراعة جاهدة لتوسيع البذور الزيتية، موضحة بأن تنمية زيت الخردل المجرب العام الماضي حقق نتائج مشجعة. وأوضحت خبيرة تنمية البذور في الوزارة الآنسة ميري كحساي تجريب زيت الخردل في 76 هكتارا بمشاركة 300 مزارع، بينهم 32 مزارع في الإقليمي الجنوبي والأوسط خلال الموسم الماضي. وأشارت الآنسة ميري إلى حصاد حوالي 20 كنتال من زيت الخردل من الهكتار الواحد في حال وجد الرعاية اللازمة، وأن تجربة التكاثر البذور التي جرت هذا العام كانت مشجعة. وأوضحت وزارة الزراعة بأن مؤسسة الأبحاث الزراعية الوطنية بدأت تنمية زيت الخردل منذ العام 2010 بتجارب بسيطة، وقد وضع برنامج لتوسيعته جيدا في الموسم القادم، وضرورة تعريفه للمزارعين والشركات المصنعة للزيت. شجرة الخردل جذوعها وأوراقها غذاء جيد للمواشي، ومرغوب ظهورها للنحل. قام سكان مديرية تسني بالتعاون مع أصحاب المرافق التجارية وإدارة المديرية ومكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ولجنة تأهيل أسر الشهداء بفتح متاجر ل3 أسر شهداء. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد تسفازقي عقبازقي لوكالة إيرانا انطلاق برنامج مساعدة أسر الشهداء بطريقة منظمة عام 2007 بالتعاون مع التجار، وتم خلاله تأهيل 639 أسر الشهيد في 5 مراحل حسب اختياراتها النقدا أو عينيا بحوالي 7 مليون نقفة، وأحدثت معظمها تغييرا إيجابيا في حياتهم. وقال أن مواصلة هذا البرنامج تم إخراج 63 ألف نقفة من البنك مخصصا لتأهيل أسر الشهداء عبر مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وفتح متجر لكل أسرة ببضائع بقيمة 21 ألف نقفة. وأشار لتقديم إدارة المديرية تصاريح الرخص التجارية لهذه الأسر لبدء العمل. وذكرت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة دهب يوسف تقديم المواطنين الدعم المستمر لأسر الشهداء ومعاقي الحرب والمحتاجين الآخرين. وأوضح عضو لجنة تأهيل أسر الشهداء سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية تسني السيد عبد الحميد إسماعيل مواصلة سكان مديرية تسني دعم أسر الشهداء بوسيلة منظمة، مشيرا إلى تنفيذ عمل مرضي. وشكرت الأسر الحاصل على الدعم مؤكدة على بذل الجهد لتحسين حياتها المعيشية. عقدت في مدينة مصوعة في 6 أبريل اجتماع بمشاركة أعضاء مركز الكفاءة المؤسسية
ومسؤولو أقسام ومكاتب إدارة إقليم شمال البحر الأحمر لبحث ومراجعة وتحديث خطة إدارة البيئة المعدة لعام 1995. وأوضح منسق مشروع مراجعة الخطة الوطنية لإدارة البيئة السيد يوناس قبرهيوت في الكلمة التي ألقاها أن المهام الرئيسية لمركز الكفاءة المؤسسية تقديم خدمات استشارية في الخطة الوطنية، وأن الاجتماع عقد لمناقشة محتوى وهيكلة الخطة وجمع أفكار واستشارات هامة. وذكر مدير مركز الكفاءة المؤسسية بالإنابة الدكتور أبيل هبت مريم قرب صدور وثيقة خطة إدارة البيئة، مما يتطلب في الأشهر القليلة المتبقية جمع المعلومات المساعدة لإدارة البيئة سريعا والعمل المنسق مع القائمين بالمهام في الإقليم. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد ميكيل تكي أن تقييم إدارة البيئة في السنوات 26 الماضية وإجراء دراسات التي تضع في الاعتبار رهن الأوضاع الإعداد خطط مستقبلية مهمة كبيرة، داعيا لتضافر جهود جميع المؤسسات لكون قضية البيئة تمس الجميع. وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالبيئة مناديا لتنسيق العمل في البرامج ووضع الاعتبار للأساليب التراثية لإدارة البيئة وإقامة مكان لتجميع النفايات في جميع القرى وتنفيذ جميع الأنشطة على شواطئ البحر والجزر بطريقة مدروسة وإدخال نظم المعلومات الإدارية. عقد بنك الدم في مديرية نقفة سيمينارات من 30 من مارس وحتى 5 من إبريل للتوعية بالتبرع الطوعي للدم للسكان عامة وعمال المؤسسات الحكومية خاصة. وأوضح مسؤول بنك الدم في المديرية الممرض عبد الرحمن محمد نور أهمية توفر الدم في البنك وأسباب وأضرار فقر الدم وأنواع الدم والإجراءات التي يجب توفرها لدى المتبرع بالدم. وذكر رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في مديرية نقفة السيد تسفى أيوب تنظيم أنشطة توعوية في ضواحي ماريات وبقلة واندلالا ولابا وإبلا وبيان ومعلو وأقرع، ونتج عنها ازدياد التبرع الطوعي بالدم. وأكد المشاركون في السيمينار على أهميته مؤكدين الاستعداد للتبرع الطوعي بالدم. في غضون ذلك نظم أعضاء مستشفى نقفة سيمينارا حول الصحة البيئية وأهميتها، وذكر الكادر الصحي النتائج الجيدة للبرامج إصحاح البيئة التي يقوم بها السكان ودورها لمكافحة الأمراض المعدية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أصدرت محكمة أوغادوغو العسكرية حكما قيابيا بالسجن مدى الحياة على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال السلفي توماس سانكالار الذي قتل مع 12 من رفقائه خلال انقلاب في العام 1987. وغضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على قائد حرسه بياستيان كوفاندو وجنرال جيلبر دينيتي أحد قادات الجيش خلال الانقلاب عام 1987. وغاب بليز كومباوري المقيم في منفاه في ساحل العاج منذ العام 2014 وكومباوري الهارب منذ العام 2016 عن المحاكمة التي بدأت عملها قبل 6 أشهر. ووجهت لكومباوري الذي يعيش في المنفى بساحل العاج والذي حصل على جنسيتها اتهامات في محاكمة القيابية في إبريل بالتواطؤ في عملية الاغتيال، فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل سانكارا. سقطت 3 صواريخ كاتوشا مساء الأربعاء قرب مصفاة نفط في كردستان العراق ولم تتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. وقال جهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي في بيان إن الصواريخ سقطت قرب مصفاة إحدى أكبر المصافي في الإقليم الغني بالنفط على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال غرب أربيل. وأكد أن الصاروخ لم تتسبب في أي أضرار بشرية أو مادية. ويأتي الهجوم الذي لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عنه بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مركزا استراتيجيا إسرائيليا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بواسطة
12 صاروخا بلاستيا. قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني موا شوانغ أنه يجب على الولايات المتحدة فورا تصحيح عملها الخاطئ المتمثل في بيع الأسلحة إلى تايوان والتوقف عن اللعب بالنار في القضايا المتعلقة مع تايوان. وأوضح المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بيان ردا على قرار الوزارة الأمريكية المعنية ببيع أسلحة إلى تايوان قيمتها حوالي 95 مليون دولار أمريكي وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن بيع الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاث بين الصين والولايات المتحدة. وأضاف أن التحركات الاستفزازية من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي للسعي إلى استقلال تايوان بالتواطؤ مع القوى الخارجية لن يؤدي إلا إلى دفع بناء أبناء الوطن في تايوان إلى هاوية المعاناة بشكل تدريجي. أطلقت الصين اليوم الخميس قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض من خلال مركز جواشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين. وأفادت وكالة الأنباء الصينية شنهوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي على متن صواريخ من طراز لوانغ مارش 4C ودخل إلى مداره المخطط بنجاح. وأضافت الوكالة أن القمر الصناعي الجديد سيتم ربطه بالقمرين الصناعيين الموجودين في المدار لتشكيل كوكبا من الأقمار الصناعية الرادارية للبر والبحر والتقاط صور موثوقة ومستقرة من الرادارات ذات الفتحة الاصطناعية. وسيقدم القمر الصناعي خدمات في مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها ومراقبة البيئة البحرية الدينامية والبحوث البحرية وحماية البيئة والحفاظ على المياه والزراعة والإرصاد الجوي بالإضافة إلى المساعدة في حماية الحقوق والمصالح البحرية. تذكير بأهم العناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. وزارة الزراعة تعمل لتشجيع تنمية زيت الخردل. تأهيل أسر الشهداء في تسني. الحكم على الرئيس السابق كامباوري بالسجن مدى الحياة. سقوط 3 صواريخ في قرب مصفاة تنقل النفط في كردستان العراق. الصين تقول أن بيع أمريكا لأسلحة إلى تايوان عمل خاطئ. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.